اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم الصحه واحسن حال ان شاء الله باذن الله. فيديو جديد النهارده. وصفه كده سهله وسريعه كده. هنعمل مع بعض سلطه بنجر، هنعملها ان شاء الله باذن الله بمكونات سهله قوي وبطريقه بسيطه خالص ان شاء الله باذن الله. يبقى فيديو كده خفيف على قلبكم وان شاء الله باذن الله تبقى وصفه سهله. بس كده قبل ما ندخل في الفيديو حابه ارحب بالحلوين اللي دخلوا على القناه جداد. اهلا بيكم، نورتوا القناه وزدتوا ليا اخ واخت على القناه. يا رب دايما كده في زياده على طول ان شاء الله باذن الله. وكمان الحلوين اللي لسه بيتفرجوا معايا على الفيديوهات بدون اشتراك، بتمنى تنوروني بالاشتراك من زر الاشتراك الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. هكون مبسوطه وهكون سعيده جدا بوجودكم معايا في القناه. يلا بينا بقى. نشوف هنعمل ايه النهارده. احنا هنعمل كده سلطه سهله وخفيفه حلوه قوي، بتنفع جنب المشاوي، بتنفع جنب المكرونات، يعني جنب اي حاجه. بصراحه هي بتبقى سهله ولذيذه. عملنا قبل كده مع بعض سلطه طحينه، وعملنا سلطه الكول سلو. هنعمل النهارده سلطه البنجر. هنعملها ان شاء الله باذن الله بمكونات سهله قوي. انا معايا هنا كيلو من البنجر. بدات ان انا اقشره بالطريقه اللي انتوا شايفينها. هقشره كده، هشيل القشره بتاعته. وكمان بيبقى فيه جزء فيه من فوق كده اللي هو بيبقى فيه العنقود بتاعه الاخضر ده او الغامق ده، احنا بنشيله برضو. بنقشر البنجر زي ما انتوا شايفين كده. الكميه بتاعتي البنجر تقريبا سعر الكيلو كان 8 جنيه. وبعد ما قشرته هغسله غسله سريعه كده، هشطفه بس كده بالميه، وبعد كده احط في حله او في اي حاجه يعني تتحط على النار. وهحط عليه تقريبا زي كوبايه ميه. وهسلقه 3/4 سليق، بس مش هسلقه ان هو يبقى مهري قوي وطري قوي ان هو ممكن يعني يبقى مهري زي البطاطس. لا، انا هسلقه 3/4 سليق. ودي تركايه حلوه قوي في سلطه البنجر، ان احنا ما نسلقش البنجر سلقه كامله. بعد ما سلقته بالشكل اللي انتوا شايفينه، بصوا لونه، بصوا الميه بتاعته تحفه. عايزه اقول لك الميه بتاعته دي حلوه قوي ومفيده جدا. ما ترميهاش. ممكن لو عندك فراوله او برتقان بجزر ممكن تعملي معاهم عصير. يعني انا اخدت الميه اللي طلعت من البنجر دي وحطيت عليها فراوله وشويه سكر كده صغيرين وخلطتهم. الولاد بالهنا والشفا يعني شربوهم، مفيده قوي، بيبقى نازل فيها فايده البنجر كمان. يعني البنجر مش في البنجر بتاعه بس، لا كمان ميه السليق بتاعته فيها الفايده. بعد ما سلقته 3/4 سلقه زي ما قلت لكم، هبتدي بقى ان انا اقطعه مكعبات رفيعه، مش ما تبقاش يعني تخينه كده، تبقى رفيعه قوي. ولا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. يعني بصوا بقسمها كده بالنظر. هقطع الكميه بتاعتي كلها. بعد ما قطعتها قطعت كمان معاها ايه، قطعت بصلايه واحده بس حلقات رفيعه، جوليان رفيع كده. وكمان معايا كام عود كده من البقدونس برضو. غسلتهم غسله كويسه وهقطعهم برضو تقطيع ناعم جدا. خلاص كده بعد ما جهزت الحاجه بتاعتي، تعالوا بقى نشوف الدريسنج اللي هيتحط فيه او الصوص اللي هنحط فيه السلطه دي هيبقى عباره عن ايه. معايا بوله، يعني بوله كبيره شويه. مش عارفه ليه الكلمه دي دايما بتهرب مني. بوله حطينا فيها ايه، حطيت فيها عصير ليمونه كبيره. من ليمونه لليمونتين على حسب الكميه اللي معاكي. حطيت فيها كميه يعني ليمونه، هي تقريبا كانت ليمونه كبيره. وبعد كده هضيف عليها حوالي 4 معالق من زيت الزيتون، ورشه من الكمون، ورشه من الملح. انا نسيت احط معاكم الملح هنا بس انا افتكرته وحطيته. تمام. يبقى الصوص ده عباره عن ايه، عباره عن عصير ليمونة او 2 على حسب كمية البنجر اللي معاكي، وكمان عليها زيت زيتون، وعليها كمان رشة من الكمون ورشة من الملح. قلبت بقى الخليط بتاعي كله مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. طلعت معايا احلى سلطة بنجر. انا في اليوم ده كنت عاملة جنبيها كفتة، فكانت حلوة قوي. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واشوفكم دايما على خير ومع السلامة.